انا جاي احكي لك النهارده عن اجمد مواجهه انا شفتها في دوري الابطال اخر 5 سنين. ريال مدريد بتاريخه وبحظوظ قليله جدا قصاد سيتي جوارديولا في عز سطوته وجبروته وفرض فلسفته وسطوته على اوروبا كلها. تعال احكي لك عن نص نهائي دوري ابطال اوروبا موسم 21-22 بين ريال مدريد ومانشستر سيتي. ماتش الذهاب كان على ملعب الاتحاد، وبسم الله الرحمن الرحيم بيبدأ الماتش وكرة على يمين الملعب مع رياض محرز بيعدلها على شماله وبيرفع بشماله على راس دي بروين وهوب جول. هيد سباحة ايقوني تحسه طالع من دورة رمضانية. 1-0 للسيتي، وعد بقى معايا عشان هتعد كتير الليلة. هنا بنزيما بيحاول يضغط على روبن دياز وبيغلط فعلا، وبتوصل الكرة لفينيسيوس اللي بيلعبها في رجل روبن دياز وبتروح الكرة 3-3 لحد ما تخبط في العرض، بس الحكم بيحسب اوفسايد على فينيسيوس. وبما انك ما سجلتش في السيتي يبقى هتستقبل، وده اللي حصل بالظبط في الدقيقه العاشره. دي بروين لعب الكره لجيسوس في ال6 يارده، قام جيسوس مركب ديفيد ألابا قطر 6 الا تلت وراكنها لكورتوا على شمال. بعد الهدف الثاني كان باين ان خط دفاع الريال شرب. فودن بيستلم الكره ويعرضها لخيسوس في ال6 يارده، بس ألابا بيشيلها، والكل ايقن انها هتبقى حفله على ريال مدريد الليله. الضغط مستمر من السيتي والريال بيعاني. برناردو سيلفا بيباص الكره لمحرز شبه انفراد، ومحرز بيحطها في الشبكه من بره. جوارديولا كان هيتجنن من الفرص اللي بتضيع وعاوز ينهي على الريال بالهدف الثالث، عشان الريال لو سجل الماتش هيتعقد. الريال بدأ يتماسك شويه. بنزيما بيرفع الكره من الناحيه الشمال بتروح على راس ألابا اللي بيحطها جنب العارضه. هنا دي بروين بيباص لفودن اللي بيشوطها جنب العارضه. المثل بيقول لك اللي ما بيسجلش بيستقبل، وده بالظبط اللي حصل. السيتي ضيع شلال فرص عشان يجي مندي ويرفع كوره ميته لبنزيما اللي بيغفل زينشينكو ويحط الهدف الاول للريال. السيتي حس بالخطر وكثف هجومه، وزينشينكو بيرزع واحده من بره المنطقه بس بتروح جنب القايم الشمال لكورتوا. بيرد الريال بشوطه من رودريجو بس إيدرسون بيطلعها ركنيه. مع بدايه الشوط الثاني الريال بيحاول يتعادل. كارفاخال بيرفع كرة بالمسطره على راس ميليتاو اللي بيحطها لإيدرسون في ايده، بس السيتي ما بيسكتش وبيسجل الثالث عن طريق فودن بعد عرضيه من فرناندينيو على راس فودن اللي بيسجل وهو مستريح على الاخر. الكل اعتقد ان الريال خلاص وقع على كده، بس فينيسيوس في نص الملعب بيفوت الكرة من بين رجلين فرناندينيو وبينطلق زي السهم عشان يحطها من تحت إيدرسون ويرجع الامل مؤقتا للريال. الاسطوره محرز بيستلم كرة طوليه من دفاع السيتي، بيعدي ميليتاو وبيركنها في العارضه، بترجع لفودن اللي بيحطها في الجول، بس الفحل كارفاغال بيشيلها من على الخط. وهنا كرة من زينشينكو بيحطها لابورت في ال6 يارده، بس لابورت بيحطها بشماله ضعيفه وبيتألق كورتوا ويمسك. مودريتش بيرد بشوطه ضعيفه بشماله بس بتروح جنب العرض. الكرة بترجع بهجمه للسيتي عن طريق زينشينكو اللي بيتعمل معاه فاول على حدود المنطقه. لعيبه الريال بتقف على اساس انه فاول، بس برناردو بياخد الكرة ويشمعها في سقف الجول، والحكم بيحسب الجول. بيكمل السيتي الضغط والكرة بتروح لمحرز اللي عمل ماتش اسطوري وسط 5 مدافعين من الريال وبيحطها بيمينه جنب القايم عشان جوارديولا يبقى هيتجنن على الخط. فاول للريال في الدقيقة 80 على يمين الملعب، بيرفعها توني كروس على راس بنزيما، بس الكرة بتلمس ايد لابورت والحكم بيحسبها ضربة جزاء عشان يدخل بنزيما ويحطها بانينكا، وبيخلص الذهاب 4-3 للسيتي. ماتش الإياب في البرنابيو بيبدأ بضغط من بدري للريال. فالفيردي بيحط كورة للبنزو في المنطقة، بس بنزيما بيحطها في المدرجات. يرد دي بروين بشوطة بشماله بيمسكها كورتوا بسهولة. بيرجع كارفاخال ويلعب عرضية دوا على راس بنزيما اللي برضه بيحطها فوق الجول. يرد السيتي بشوطة من برناردو بس كورتوا المتألق بيطلعها كورنر، وتروح الكرة لبنزيما اللي بيعدلها بمساعدة المدافع لفينيسيوس اللي بيشمعها في السماء. بيكمل الريال في الضغط ومندي بيحط سرول بنزيما المنفرد اللي بيحطها من فوق الجول، بس الحكم بيحسبها تسلل. بيرد خيسوس بشوطة حلوة قوي بتبعد عن المقص نص يارده. الماتش مولع، هجمة هنا وهجمة هناك، بس لسه محدش يقدر يسجل. مع بداية الشوط الثاني كروس بيلعب طولية لكارفاخال اللي بيرفعها لفينيسيوس اللي لوحده مع الجول، بس فيني بيحطها بره. الماتش ماشي سجال، هجمة من هنا وهجمة من هنا، والريال عاجز عن التسجيل. عشان كده انشيلوتي بيسحب كروس وبينزل رودريجو عشان يكثف الهجوم، بس الامور بتنقلب عليه ومحرز بيسجل للسيتي عشان الماتش ينتهي على الورق. بس لو فاكر ان الريال خلاص رمى المنديل، اعمل سبسكرايب ولايك للفيديو عشان تكمل معانا الريمونتادا التاريخية. الريال مسلم على الاخر، وجريليتش بيحط كرة جنب العرض، وبيرجع تاني جريليتش ويحط الكرة لفودن على الخط، بس مندي بيطلعها من قلب الجول. وفي اللحظة دي جمهور الريال بيعرف ان دي مش ليلتهم، وبيخرجوا واحد ورا التاني من الملعب. الدقيقة 90 والريال فعليا بره البطولة. كامافينجا بيرفع كورة لبنزيما اللي بيرجعها بشماله لل6 يارده عشان يخطفها رودريجو ويسجل التعادل، ويكون الريال محتاج هدف واحد عشان يروح لوقت اضافي. بيستمر الضغط الرهيب من الريال، وبنزيما بيحط كورة لرودريجو اللي بيشوط بس إيدرسون بيصدها.
الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع، كارفخال بيعدل الكرة على يمينه ويرفع عرضية دوا على راس رودريجو اللي بيسجلها وبينقلب الملعب فوقاني تحتاني. الماتش بيروح وقت إضافي، وقبل ما لعيبة السيتي يستوعبوا اللي بيحصل فيهم بيلاقوا نفسهم بيلبسوا ضربة جزاء عشان يدخل أبو إبراهيم ويسجل هدف صعود ريال مدريد للنهائي عشان يواجه ليفربول. والباقي بقى انتوا عارفين. قدر بقى تعبي واعمل لايك وسبسكرايب وقول لي حابب الفيديو الجاي يكون عن ماتش مين. سلام.